هل في تمرين ممكن يغير طريقة تفكيرك وحياتك بشكل جذري؟ طبعا في تمرين الريفريمينج. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي عن ايجيبشن جيرل، والنهارده هشرح لك الريفريمينج بالمثال في الفيديو. لو لاحظتي البنت كانت شايفة الحاجات اللي ممكن تكوني شايفاها انت مشكلة وبتضايقك في ايامك على انها نعمة، زي انك تبقي مشغولة وعندك مسؤوليات، ده دليل على انك عندك اهداف وبتشتغلي عليها. زي لو انت بتتعبي في التمرينات وانت بتلعبي رياضة، ده دليل ان صحتك كويسة وقادرة تتدربي وتتحركي وتتمرني، لدرجة انها شايفة ان انت لو عيطتي قدام الناس القريبة منك دي كمان نعمة، لانك قدرتي تعبري عن مشاعرك ولان حواليك ناس قريبة منك. وده تدريب بيدرب عقلك ويعيد برمجته انك تغيري نظرتك ناحية المشكلة اللي انت بتواجهيها، او حتى المواقف اليومية البسيطة اللي انت بتعدي بيها اللي ممكن تكون بتضايقك، وتبدأي تدربي عقلك على انك تشوفيها من وجهة نظر تانية مختلفة. تعال اقولك ده بيساعدك في ايه. بيساعدك تتقبلي مشكلتك وما تتعصبيش كتير على اسباب تافهة، تكوني هادية ومتحكمة اكتر في اعصابك، تشوفي النعم الكتير اللي في حياتك اللي غيرك محروم منها، فتكوني شاكرة حمدة ممتنة. زي ولادك اللي بيقرفوكي وبيتعبوكي كل يوم، في نفس الوقت في غيرك بيتمنى يكون عنده اي ولد او بنت. لايك وفولو عشان تتابعي وتتعلمي تمارين جديدة، عشان هنا نبني سوا الشخصية اللي تقدر تخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليك. وبس خلاص.